التحرش كارثة وحاجة كل الأهالي بيبقوا قلقانين وناعين همها لحسن ولادهم يتعرضوا لها. مسلسل لام شمسية اللي بيتعرض دلوقتي في رمضان هو بيتكلم عن الموضوع ده ومسلط ضوء عليه، وهو فعلا موضوع مهم جدا. المتحرش عادة بيكون حد في الدايرة القريبة للطفل، وانا اعرف قصص كتير على فكرة الناس فعلا للأسف حصل لهم تحرش وهم صغيرين من جد، من عم، حتى من الأهل نفسهم. وعادة المتحرش بيعمل حاجة اسمها جرومينج في الأول قبل ما يعمل التحرش نفسه، إن هو يحاول يقرب للضحية بتاعته، يبقى لذيذ جدا معاها، يكسبها، يكسب ثقتها، يحسسها إن هو اللي في ظهرها، هو اللي بيحبها. وده شبه اللي حصل فعلا في المسلسل، إن هو حد كلهم بيحبوه وبيثقوا فيه، وحتى الطفل بيسمع كلامه أكتر من مامته وباباه. والراجل ده خد المساحة دي عند الطفل بسبب بعد الأهل عن ابنهم، وإن العلاقة بينهم ما كانتش قوية خالص. فهو كان المساحة موجودة وسهلة إن هو ياخد ثقته وياخد حبه، لأن الطفل محتاج حب واهتمام وهو اداله ده. وده حسس الطفل إنه حد كويس وإن هو بيحبه، وكمان كان حاسس بالذنب إن هو مش عايز يتكلم عن اللي كان بيحصل بينهم. أنا عايزة أقول لكم تخلوا بالكم من ولادكم كويس جدا، وتحاولوا تقووا العلاقة بينهم وبينكم، وما تخلوش حد تاني ياخد العلاقة دي أو يكون أقرب لهم منكم مهما كان مين. بلاش يباتوا برا البيت، بلاش يغيروا هدومهم قدام حد، بلاش يقعدوا على حجر حد. حطوا شوية قوانين ومشوها على الكل، وفهموهم ان موضوع ان حد يلمسهم ده غير مقبول حتى من اقرب الناس اللي حواليهم. علموهم ازاي يدافعوا عن نفسهم لو حاسين ان هم مش مرتاحين او حد بيعمل حاجة هم مش حابينها، وان عندهم حق يقولوا لا في اي وقت، وان مفيش حاجة اسمها اسرار او سر ما بين طفل وحد كبير، عشان محدش عارف، ممكن لا قدر الله ممكن مين يعمل اي حاجة في ولادنا، فلازم دايما نأمنهم ونفهمهم.